عمرك شفت حد نجح ففرحت له وفي نفس اللحظة حسيت بحاجة غريبة جواك؟ حاجة كده بينك وبين نفسك، مش زعل ومش كره، لكن سؤال صغير بيقول هو ليه مش أنا؟ ولو جاوبت على السؤال ده بصراحة هتكتشف إنك زي أغلب البشر جواك شوية غيرة. بس السؤال المهم، هل الغيرة دي حاجة وحشة؟ ولا ممكن تكون هي السبب في نجاح ناس كتير من غير ما نحس؟ أهلا بيكم. أنا شادي الخولي وده بودكاست من غير ما نحس. البودكاست اللي بنتكلم فيه عن حاجات بتحصل جوانا وحوالينا كل يوم، ويمكن بنعيشها من غير ما نحس. الغيرة موجودة عند كل الناس، فأول حاجة لازم نعترف بيها إن الغيرة مش مرض ومش عيب، ومش معناها إنك إنسان وحش، لأن الغيرة شعور بشري طبيعي. المشكلة مش في وجود الغيرة، المشكلة في هنعمل بيها إيه. يعني مثلا واحد صاحبك اشترى عربية جديدة أو اتجوز أو سافر أو اترقى، أول إحساس ممكن يجيلك تقول ما شاء الله ربنا يبارك له، وبعدها بثانية تقول لنفسك هو أنا كمان إمتى؟ ودي حاجة طبيعية جدا، لأن الإنسان بطبيعته بيقارن نفسه باللي حواليه. طيب، تعالوا نبص للشغل. زميلك في الشغل خد ترقية، تلاقي نوعين من الناس. واحد يقول أكيد عنده واسطة، أكيد محظوظ، أكيد المدير بيحبه، وده بيقضي الأسبوع كله يفسر هو اترقى إزاي، مش نجح إزاي علشان كده اترقى، لأن عمره ما سأل نفسه أنا ممكن أتعلم منه إيه. وفي شخص تاني يزعل شوية لكن يقول تمام، المرة اللي جاية هشتغل أكتر وأنجح وأوصل، ودي اسمها غيرة إيجابية. طيب، أوقات الغيرة بتدخل البيوت. واحدة تشوف جوز صاحبتها جايب لها هدية إيه، ترجع البيت متضايقة. واحد يشوف صاحب عمره مسافر مع أسرته كل شوية، يرجع يبص لحياته كلها على إنها ناقصة. والمشكلة إن السوشيال ميديا زودت الموضوع أضعاف، لأنك طول اليوم شايف أحسن لحظات الناس لكن مش شايف مشاكلهم. وده اللي دايما بنقوله في كل حلقتنا، انت شايف الحلو بس ومش شايف الوحش. يعني انت شايف صورة السفر، مش شايف الخناقة اللي قبل السفر. شايف العربية الجديدة بس مش شايف القسط اللي هيقعد يدفعه 5 سنين قدام. طيب، عارفين اخطر نوع من الغيرة ايه؟ لما تتحول لحقد، لما تبقى مش عايز تنجح لكن عايز غيرك يفشل. ودي مرحلة خطيرة جدا، لأنها بتخليك مركز مع الناس أكتر من نفسك. تلاقي واحد حافظ أخبار الناس كلها، مين نجح، مين اشترى إيه، مين اتجوز، مين سافر فين، لكن لو سألته أنت عملت إيه لنفسك السنة دي يسكت. طيب أقول لكم على حاجة، عارفين كام واحد نام زعلان علشان شاف حد تاني مبسوط على فيسبوك أو انستجرام؟ كتير. مع إن الحقيقة إن الصورة اللي شافها يمكن تكون ثانية واحدة من يوم كامل. السوشيال ميديا خلتنا نقارن كواليس حياتنا بأجمل مشاهد حياة الناس. طيب، نعمل إيه بقى؟ أول حاجة، ما تحاسبش نفسك لو حسيت بالغيرة، أنت إنسان وده شعور طبيعي. تاني حاجة، حول الغيرة لطاقة إيجابية، بدل ما تقول اشمعنى هو، قول ازاي اوصل زيه. تالت حاجة، افتكر ان لكل واحد طريقه ومشواره في الحياة، مش كل الناس بتبدأ من نفس المكان، ولا بنفس الظروف، ولا بنفس الفرص. ورابع حاجة، كل ما تلاقي نفسك مركز مع نجاح الناس، ارجع ركز على خطتك انت، لان حياتك مش سباق مع حد. وفي النهاية، يمكن الغيرة مش المشكلة، المشكلة اننا ساعات بنسيبها تسوقنا، لكن لو عرفنا نتحكم فيها ممكن تتحول لدافع يخليك تتقدم خطوة لقدام. وسؤال حلقتنا النهاردة، ايه اكتر نوع من الغيرة شايفه منتشر حوالينا؟ الغيرة في الشغل ولا في العلاقات ولا بسبب السوشيال ميديا؟ اكتبولي في الكومنتس وقولولي رأيكم. كنت معاكم أنا شادي الخولي في بودكاست من غير ما نحس. وما تنسوش،
إن كل واحد فينا عنده حكاية، ويمكن حكايتك تكون الحلقة اللي جاية. مع السلامة. في حياتنا ألف حكاية، جوا كل قلب ورايا بنشوف اللي بوشين واللي عايشين بمبدئين، مواقف مشاعر وأحاسيس، بنقابل كل أنواع النفوس. هنا شادي الخولي هيقول لكم كل اللي بيدور في عقولكم. اسمعوني في بودكاست من غير ما نحس، من غير ما